سلام البنات، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في قناة ام ريماس المغربية رقم 1. حبيباتي، غنصليو عند الله ونصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غادي نديروا واحد الاكله اللي هي مشهوره ومعروفه في اي بلاد، بس كل واحد كيطيبها بطريقته. اليوم معنا الكوارع، لا غنى عنها. شوفوا حبيباتي، غسلناها بعد ما اشتريناها مغسوله ومنطعه، عاودنا غسلناها ونطفناها مزيان. عندنا هنا واحد 9 القطع، يعني 2 رجول متوسطين. عندنا هنا واحد 8 البصلات، انا فرمتهم، بغيتي تخليهم ولا تخليهم عادي، كلشي كيدوب في طنجره الضغط. عندنا القزبر والمعدنوس، عندنا واحد 2 4 6 8، عندنا واحد 10 ريوس تاع الثوم بحال راس كله. كتخليهم بهاد الطريقه، ما كتقطعوهمش. عندنا الزبيب، عندنا عود تاع القرفه حبيباتي، عندنا هون البهارات، عندنا البابريكا، الزنجبيل، الكزبره يابسه، شويه فلفل اسود، الكمون، الكركم، زي ما قلنا البابريكا. عندنا زيت الزيتون، كنديروا واحد 4 كاس صغير تاع زيت الزيتون وربع كاس صغير تاع زيت العادي، يعني ما يعادل كاسه ما بين زيت الزيتون وزيت العادي. ضروري زيت الزيتون البنات، وطبعا الملح لا غنى عنها. وعندنا هون مكعب المرق لحمه. نبداو على بركه الله، نحط فوق منهم 8 البصلات، غنحطوا البنات التوابل، يعني سهله وبسيطه وكتجي منها لذيذه وطيبه. هذا مكعب المرق، غنحطو مع الثوم هنا، مكعب المرق والثوم، الثوم لانها كتطحن، هذاك الشيء علاش. دابا غنحطو زيت الزيتون وزيت العاديه. خليكم معنا، سامحوني على التصوير، ايد فيها تصوير. حطينا زيت الزيتون، هلا حنحط زيت الروميه. خلاص حبيباتي، هلا الكزبره والبقدونس والزبيب والقرفه حنخليهم اخر شي، والحمص والملح عشان يستووا. نخلي الملح اخر شي. زي ما شفتوا حبيباتي، حطينا كل المكونات. هون بنغلي في الميه، شفتوها؟ ضروري الميه مغليه. خلاص حبيباتي، حنسكر على طنجره الضغط ونرجع معكم بعد ما تستوي نوريكم كيف الطريقه الثانيه. دابا حبيباتي كما شفتوا، يعني هي طابت نص طيبه. جبت الملعقه اوريكم، هي نص طيبه. يعني هون حطيتها ساعه، كمان حاطيها ساعه. هلا لازم احط باقي المكونات. عندنا هون الحمص يا بنات، هلا حنحطه، كزبره والبقدونس، عندنا شويه زبيب مع راس هذا القرفه. خليكم معنا، حنحط الحمص علشان نكمل الطبخه. عندنا الحمص مش الكوارع بتاخد. حطينا القرفه والحمص، عود القرفه والحمص. عندنا هون الكزبره والبقدونس، تخلي الكزبره والبقدونس اخر شي تجي اطيب. خلاص حنحط الملح، نحط الملح حبيباتي. ما حطيت الملح في الاول عشان تستوي، بس ملح حسب الذوق. خلاص حبيباتي، هلا نرجع نسكر عليه عشان تاخد تكمله، لانه لا حطيتها ساعه، زودها ساعه ثانيه. بعدين حط زبيب اخر شيء، انا الزبيب نقعته. يلا دابا البنات كما شفتوا صافي. اول مره درناه ساعه كرعين بوحدهم، ثاني مره فتحنا عليهم بعد ساعه، حطينا معاهم الحمص توا خليناه ساعه، يعني صاروا ساعتين. دابا البنات غنديروا الزبيب صافي، غنخليه واحد شويه بين ما شربت وتقلت المرقه. ما نعاودش لكم مذاقتها خطيره، المذاق خطيره البنات. خليوها تقل شويه المرقه، خطيره البنات قسما بالله. شفتوا حبيباتي كيف صاروا؟ تقلت المرق ما شاء الله، تقل كل شيء ما شاء الله. شوفوا المرق كيف ثقيله ما شاء الله، ما شاء الله. حنحط، خليكم معنا. المهم حبيباتي، هذوما الكوارع ما نعاودش لكم، خطيرين فعلا قسما بالله. شوفوا الحمص
شوفوهم كي سخنين، شوف زي الزبدة، شفتوهم سخنين، شوفوا البخار بنات، قسما بالله خطيرين خطيرين فعلا، احلى كوارع، احلى كوارع، وبنفس الطريقة اللي تعملوها زي ما قلت لكم. المهم حبيباتي، الا كان كيعجبكم محتوى تاع ام ريماس دعموني وديروا لي لايك وسبسكرايب مع قناة ام ريماس المغربية رقم 1. يلا حبيباتي، مع السلامة.